عايزك تلعب على النوستالجيا. اسكت يا اسطى. ماشي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى جايب لكم وصفه تقريبا الشعب المصري كله عارفها، كبير وصغير. هتقول لي وصفه ايه؟ هقول لك راتاتوي، خلطبيطه بصلصه. مين فينا ما اتفرجش على الفار الطباخ وهو صغير وقال انا نفسي اجرب الوصفه اللي هو بيعملها دي؟ فيديو النهارده جايب لكم الوصفه بقى. فضلت ادعبس على النت لحد ما جبتها على النت، واخد بالك انت؟ وبعد شويه تدوير ودعبسه كده على النت عرفت اجيب لكم الوصفه ديت، وعرفت ان اصلا الوصفه دي اصلها فرنسي. فاحنا النهارده هنعملها مع بعض ونقول لكم اذا كانت تستاهل التجربه او لا. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت تسيب لنا كومنت كده تشجعنا فيه، عشان ده هيفرق معانا جدا، هيخلينا نستمر ونقدر نقدم لكم محتوى واحسن من اللي احنا بنقدمه حاليا. فيا ريت ما تنساش ان انت تدعمنا باللايك والسبسكرايب. ومن غير رغي اكتر من كده يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه معانا في الوصفه واهمها فلفل الوان. لو انت عندك فلفل كبير ممكن تستخدم واحده، بس انا هستخدم 2 و2 عشان فلفل صغير. نولع النار كده. الخطوه دي خطوه مهمه جدا. حط الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده على النار كده هاديه سيكه، ونديله لسعه كده اللي هو يتشوي شويه خفيفه قوي. فاحنا هنخلص الشوا بتاعه ونوريكم بقى الخطوات. وده شكلها بعد ما عدت دقيقه على النار. يا دوبك تلاقي ريحتها بدات تطلع كده، ويعني مش هتشويها اللي هو تفحمها، يا دوبك ريحتها تطلع بس تحسها كده وخلاص اطفي على طول. دلوقتي هناخدهم ونقطعهم. اول حاجه بعد ما شلنا الفلفل وقطعناه مكعبات هننزل بشويه زيت في الطاسه اللي هنعمل فيها. لو عندكم زيت زيتون بقى يبقى احسن من الزيت العادي ده. عايز بس اوزعه كده عشان مش هتتحرق. وانزل يا باشا بشويه الفلفل الالوان اللي احنا عملناهم، وهننزل عليهم ببصله وسط متقطعه مكعبات برضو. وانزل نديها تقليبه بقى معانا لحد ما تدبل كده. طب ما انت جامد اهو. يخرب بيتك اديتني عين. لسه دقيقتين كمان يا دوبك تدبل بس كده ولونها هيتغير سيكا. اول لما هتدبل معانا ولونها هيتغير بالشكل ده هننزل عليهم بقص توم ونديله تقليبه معاهم. اول لما ريحته تطلع بس هننزل بعصير الطماطم بتاعنا يا دوبك شويه على قد الكميه اللي انت هتعملها. وهننزل بقى عليهم بمعلقه صلصه معجون. ادي معلقه واديها تقليبه بقى كده ايه جامد قوي. ربنا يشفي. هنسيبها على النار بقى تغلي لمده دقيقه واحده. يعني اول لما تغلي هنسيبها دقيقه ونوريكم الخطوه اللي بعديها. وده يا جماعه شكلها بعد ما غلت دقيقه، بس احنا نسينا نصورها وهي بتغلي. بس ما علينا، يعني لو انت عندك هاند بلندر وهم في الطاسه بتاعتك او في حله او في ايا كان ايه اللي عندك ممكن تفرمها بالهاند بلندر. لو انت ما عندكش هاند بلندر هتسيبها تبرد شويه وتنقلها على الخلاط زي ما انا ما هعمل. واديها فرمه بقى ايه، خليها تبقى صلصه اديها فرمه ضرب اي حاجه. اديها فرمه كده تبقى صلصه خالص مع بعض كله في كله. لسه اوف ريحتها جامده قوي. حصل. انا بقول نسيبها على كده يعني ناكلها على كده. وبكده بقت عظمه قوي. دلوقتي بقى انزل بيها في الطاسه بتاعتك تاني بعد ما اتفرمت. ريحتها جامده قوي. دلوقتي بقى هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه زعتر، ومعلقه ريحان. وانزل كده وانزل عليهم بمكعب مرقه، اي نوع مرقه عندك شغال. نديها تقليبه بقى ونسيبها تغلي مع بعض 5 دقايق. وده الشكل اللي وصلنا له بعد ما فضلت تغلي 5 دقايق على نار هاديه. دلوقتي بقى هتنقل الصلصه بتاعتك دي في الطاجن او في البايركس اللي انت هتحطه في الفرن عشان نبدا نرص باقي الحاجات. ويلا بينا ننزل يا معلم بقى ايه الصلصه الجميله الخطيره بتاعتنا دي. يعني احنا دقناها، انا عندي استعداد اكلها كده من غير اي حاجه اصلا. تعمل معامله الشوربه. باقي المكونات بقى معانا كوسه، بتنجان، بطاطس مقطعينهم دواير كده، وهنبدا نرصهم بالترتيب جوه الطاجن وهنوريكم نرصها ازاي. هناخد شويه كده ايه شويه كوسه على بطاطس على بتنجان باي رصه. حط 2 و2 واحده واحده مش هتفرق. لو انت عندك صبر اعملها واحده واحده وابدا رص بقى كده يا معلم. طبعا دي مش نفس رصه الفيلم عشان الباشمهندس مكسل يرص عدل. بالظبط، اصل انت كده كده هتاكلها فليه ترصها. هنرص بقى كل الكميه اللي معانا ونرجع لكم تاني. وده كده يا جماعه شكلها بعد ما رصيناها، هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن تبقى احسن معاكم من كده. هنوريكم صوره دلوقتي بتبقى عامله ازاي اصلا في الاساس، وانتوا ممكن تعملوا زيها لو انت عندك خلق يعني مش زيي. ودلوقتي بقى نحطها في الفرن لمده ساعه درجه حراره 200 ونرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما عدى ساعه في الفرن حان وقت الحقيقه. شوف شكلها تلبسوه ازاي ده. الريحه بجد يا اسطى مش بهزر. الريحه عظمه قوي. حصل. انا شاممها وانا واقف هنا. بصوا احنا دلوقتي هنخش على الاستوديو الجميل ندوق ونقول لكم راينا عشان مش قادر استنى ان اشوف طعمها عامل ازاي. دلوقتي بعد ما عدت ساعه بقى في الفرن بجد شكلها وريحتها تحفه، والشكل زي ما انتم شايفين كده يعني حاجه انا مش عارف اوصفها.
فاحنا دلوقتي هندوق ونقول لكم راينا فيها عامل ايه. فانا مش هدوق لوحدي يا سيدوني كده في البدايه. خش يلا نط معايا كده عشان ندوق مع بعض، عشان لو طلعت بايظه. اول مره اجربها في حياتي معاكم. حصل وانا كمان. يعني انا ما جربتهاش حتى قبل الفيديو. بس دي هتبقى مولعه، خلي بالك. ها تخيل بقى لها ساعه في الفرن على درجه حراره 200 وشويه. لا ده احنا هنهف بقى كتير. احنا هنهف قد الصبح. هو ناقص كل كوسه هات بطاطسايه كده على بتنجانيه. مش بيها تمام الموضوع. هنقعد نهف كده كتير تقريبا. ايه ده؟ لا طعمها حلو قوي. هي دي كوسه اللي انا اكلتها؟ تقريبا، بس طعمها جامد قوي. بس هم كلهم مع بعض عاملين ميكس رهيب في دماغي. المفروض تاكلهم كلهم مع بعض عشان تحس انا سخنه مش عارف. انا عايز اكلهم بس مش انا مش قادر اكلهم. انا مش عارف اكلهم. بس طعمها رهيب. ايه يا اسطى الهبل اللي بتعمله ده يا اسطى؟ يا محوحه يلا. بس ايه رايك؟ ايه رايك كده انا اللي عاملها، انت بتاخد رايي؟ يلا بقول لك ايه، طعمها رهيب. ايه ما ساعدتكش فيها انا؟ مال عملت ايه؟ قطعت ورصيت. انت ما قطعتش حاجه غير قلت لك قطع معايا الفلفل، قلت لي حاضر. قطعت لي الفلفل ببذره، هو ده اللي ساعدتني فيه. فالح بس تاخد الفلفلايه تقطعها لي ببذرها. يا اسطى بروتين بذره وتحط لي ايدك قدام السكينه وانا بقطع كنت هقطع لك صباعك. وقطعت عورتني فعلا. ما انت غبي. اعتقد يعني ان هي اوريدي. يعني يا جماعه انا ماسك السكينه اهي، القطاع ماسك السكينه وبقطع كده اهو عادي، يطلع حاطط ايده تحت السكينه. طب انت عايز ايه يعني؟ عايز تسيب نفسك عشان تقول انا عايز تعويض؟ انا اول مره في حياتي ادوق الخلطبيطه بالصلصه دي. حصل. احب اقول لكم ان الوصفه دي ناجحه 100%، وفعلا تستاهل الضجه اللي كانت عليها ديت في الفيلم، وانها خلطه جامده جدا وراتاتوي بقى وبتاع وحركات. لا تستاهل فعلا بجد. انا اول مره في حياتي ادوق ميكس جامد قوي كده. يعني اللي ما بيحبش الكوسه هيحبها وش في الطاجن ده. مزيكا ايه؟ مزيكا في بقي يا اسطى. في فرقه موسيقيه الBTS جوه بقك. ننهي الفيديو وبعد كده نكمل اكل. انت شايف كده؟ عشان كده مش هنخلص. حاضر. بس كده يا جماعه الفيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده بقى يا معلم، لو انت عندك تجربه جديده، افتكاسه جديده، تجربه فاشله وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على رسائل الانستا. هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن برضو. وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيدوني من ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.